نقول لك تعلموا راني نقول لك في الهند كاين اكثر من 10 لغات رسميه. المغرب عطاتنا درس من المغرب سبقت الجزائر. في المغرب كاين 2 لغات رسميه. ما كاش هذا الخطاب. اسمح لي سي مصطفى سي نور الدين ختال عطى مثال صحيح. المغرب جارنا بلد جار ورسم اللغه النمساويه وما وقعلوش نفس. لماذا؟ هو شوف المغرب سي سليم قبل يتكلم على دستور المغرب، يعني المغاربه متقدمين علينا ياسر في هالميدان هذايا. في المغرب عندهم ملكيه اسلاميه، الملك فيها فهمت امير المؤمنين ومسلمين، ما عنده حتى حد ما ينجم يتكلم. شوف الدستور نتاعهم كيفاش التفتح نتاع الدستور هذايا على الامازيغيه وعلى الحضارات الخارجيه وعلى البعد المتوسطي الى غير ذلك. نعطيك على سبيل المثال في المغرب، الدولة الشقيقة في المغرب ولا في تونس الشقيقة عندهم مواد الزيوت هي محلية واستهلاكية ما يستوردوش. نعطي على سبيل المثال السكر، مادة السكر من البيتراف. السكر موجود، كانت قبل يغرسوه في البلاد، موجود حاليا في مصر موجود السكر يدير. اذا نحن عندنا كل الكماليات موجوده وعندنا كل الطاقات الموجوده. مثلا ناخذ مثال، لماذا مجال الاسمنت المغرب يصدر لكل افريقيا والجزائر تستورد الاسمنت؟ هل الاسمنت منتوج استراتيجي وما لازمش يدخل فيه القطاع الخاص؟ لما يكون عندنا 3 وزراء يهانون، وأقول وزراء ولا أقول فلان ولا علان، أنا أتكلم عن وزير جزائري يهان كأنه هنا في الدولة، هو رمز. لم يتكلم حتى وزير الخارجية لوران فابيس لم يعتذر، عكس ما حدث مع المغرب العام الماضي. لما حدث مع المغرب مع الوزير المغربي اتخذ موقف مباشرة وصرح علنا ويعتذر هو رئيس الوزير الخارجية. علاش؟ واش هو الاختلاف بيننا وبين المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح. جندو برك في اطار الخدمه نتاعو يخدم في بلاده، ماشي يعني يضرب البلاد هذيك كيما راهم يديروا المغاربه. هذا لوبيينغ هذا يسميوه لوبيينغ، هذا يستعملوه هما درك المغاربه جار ماشي مجندين غير المواطنين المغاربه اللي ثم، جندوا حتى الجزائريين ضد الجزائر. وهذا هو المشكله. وجندوا اطارات فرنسيه. احنا نقولوا من الناحيه الرياضيه نريحوا في الرياضه، ما نروحوش للجانب السياسي. نظن باللي الدوره كانت تكون ناجحه 100% لو استضاف بها المغرب الشقيق. الدوره كانت تكون احسن من بطوله العالم للانديه اللي استضافها في شهر ديسمبر. نظن حتى الامكانيات الموجوده في المغرب، نظن بعض البلدان الافريقيه ما عندهاش امكانيات المغرب حتى من ناحيه المسافات. نحن كذلك. الثانيه شفنا بان الجزائر كانت بعيده كل البعد لمده عده سنوات على القاره الافريقيه. المغرب دخل بقوه في القاره الافريقيه ووظف الدبلوماسيه نتاعو بقوه، وعرف كيفاش يستثمر، استعمل الدبلوماسيه الموازيه اللي كنا نتكلموا عليها بالنسبه لرئيس منتدى المؤسسات. الجزائر الان لازمها تقوم بالدور هذا يعني في الشارع، ولكنها لا تقول للجزائريين بان سعر المازوت في المغرب هو 1.10 يورو، وفي تونس هو 1.10 يورو، والاقتصاد التونسي والاقتصاد المغربي اقتصاد حقيقي واقتصاد تنافسي واقتصاد يصدر خارج المحروقات، ونحن نبيع المازوت باطل ونحن نبيع البنزين باطل، واقتصادنا غير تنافسي واقتصادنا لا يصدر للخارج، ونحن لا نصدر في 2015 سوى 300 مليون دولار. أهين وزيره فاضطرت فرنسا تقديم اعتذار رسمي لا، لكن الجزائر لا. وهنا لم يقدم. لما نشوف استثمارات الجزائر تمول الاقتصاد الفرنسي باموال، يعني في اطار اول ممول للاقتصاد الجزائري الفرنسي هي الجزائر من حيث الاخرى، الا ان الاستثمارات الفرنسيه في المغرب شحال؟ تمثل 76% ب 9 ملايين دولار. كان نديروا غير تقييم بسيط. اليوم نبذل مجهود مالي نتاع 20% من الناتج الداخلي الخام باش نتحصل على 4.6%. في دول واحده اخرى غير في تونس والمغرب ينفستوا دولار يجيبوا 3 دولار. صحيح. اليوم احنا ننفستي 4 دولار باش نجيب دولار. هذا النمط تاع التسيير ما فيش مراجعه.
بمعنى أنا أذكر أن أحدهم في حملة انتخابية قال بأنه يؤسفني أن أكون جزائري لأن 1000 دينار جزائري تساوي 30 درهم مغربي. بعد هذه العهدات بأكملها كم قيمة الدينار الجزائري الآن؟ واحد دينار تونسي يساوي 57 دينار جزائري، واحد درهم مغربي يساوي 11 دينار جزائري، واحد أورو أو يساوي 1.64 في السوق السوداء. القمح المغرب ينتج 10 ملايين طن وإحنا نستوردوا 7 ملايين ونص طن. يعني وين أنا رايحين؟ كل شيء واضح. من أكبر مستوردين في العالم من الحليب، من الأدوية، من يعني فشل مثبوت. لكن خليني أقول لحضرتك الجديد برضو في مسألة عملية المداهمة بتاع سندونيس صبح. هذه المداهمة تمت بناء على معلومات من المخابرات المغربية تحديدا بحاجتين: بوجود عناصر هاربة في منطقة سندوني، كما هو معروف انه التعاون المعلوماتي بين المغرب وفرنسا كبير جدا، ولان المغرب ما بيحميش حدوده من جواها لا من الخارج كمان. تونس كنا قبل الناس المغربي ملك شاب وجديد وفكره يعني بارك الله فيه وجاء وقف معنا في ثوره انا نقول يعني للاسف نحن المواصفات نتاع المسؤولين اللي شادين نتاع بكري نتاع ناس المغرب تعلمت علينا ما يسالش تو نجموا ناخذوا منها هي شويه. من الشعوب التي وجدتها راقيه جدا 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 في التعامل هو الشعب المغربي، وهذه ليست محاباه وليست مجامله كما يعمل المولى عز وجل. ما شد انتباهي وما أعجبني حقيقة في المغرب وما نعرف معظم الناس في المغرب أن الشعب المغربي خصوصا والمواطن المغربي بشكل أدق من الشعوب القليلة على مستوى العالم ككل التي يعني تحتفل بكل ما تعنيها الكلمة بكل من زارها. يعني تخيلي لو الفلوس اللي عند تميم دي موجودة عند الملك محمد السادس كان عمل إيه في المغرب؟ كان خلاها أوروبا بالنسبة لها صفر على الشمال. فإحنا عايزين نتخيل لو فلوس قطر دي موجودة في المغرب. أقسم بالله لكان الملك محمد السادس جعلها الدولة الأولى في العالم من حيث الجمال ومعه الشعب المغربي. نعم.